احنا لن نتخلى عن فلسطين ولن نتخلى عن قطاع غزة. هو حكى هالكلام وكلام قوي وطالع من القلب. هو حكى هذا الكلام وولعت إسرائيل. يعني الصحف الإسرائيلية كلها يعني صارت ترتعد من انه تيجي الجزائر، والجزائر يعني دولة عظمى، شئنا دولة إقليمية عظمى، يعني شئنا بحكي عنه هو الجزائر الآن تعود إلى المشرق العربي وبقوة مثل ما ثبتت نفسها في اللي بحكي عنه هو الجزائر الآن تعود إلى المشرق العربي وبقوة مثل ما ثبتت نفسها في الداخل الجزائري وفي إفريقيا. الآن أصبح عندها فائض قوة. هذا فائض القوة سيذهب إلى اتجاه الصحيح. ليش بحكي لأنه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجزائر حقيقة عمل تصريحين من أقوى ما يمكن، أو خطوتين من أقوى ما يمكن تكشف عن المعدن الأساسي للشعب الجزائري وللقيادة الجزائرية. أعلن أنه فورا لما صارت انقطعت الكهرباء كليا في لبنان، وعن مطار لبنان وعن المؤسسات العامة للدولة حتى عن السجون وعن المرفأ، راح أعلن بأنه سيقدم للبنان هدية ومجانا شحنات من البترول اللي تمشي هاي الكهرباء، ويعود لبنان يرجع زيه زي اي شعب اخر. على الاقل الان 40 درجة الحرارة في لبنان، الناس مساكين ماتوا. طب جوعتوهم وفقرتوهم وسرقتوا فلوسهم من بنوكهم، وكمان الان فيش كهرباء. ايش هالبلد؟ لانه في فاسدين محليين، وفي ناس سرقوا فلوس لبنان، وفي لهم ديون على يعني العراق عليه ديون للبنان من البترول فقط 1.5 مليار. وليش ما دفعتوا؟ وليش ما رحتوا؟ حقيقة لسبب بسيط، لأنه رئيس مؤسسة الكهرباء في لبنان في إجازة. تخيلوا في هذا الوقت في إجازة. يعني طب ومين اللي أعطاه إجازة ومين سمح له؟ كيف بيهرب؟ كمان رئيس البنك المركزي هرب، وهذا كمان الآن بيهرب. شو يعني ما في مسؤولية على الإطلاق. فالرئيس الجزائري فعلا قدم لهم هدية، ما طالب منهم ولا فلس، قالوا هذا هدية للأشقاء في لبنان. التصريح الآخر المهم جدا للرئيس تبون إنه لما أقسم بالله بأنه لو ساعدونا وفتحوا الحدود مع غزة، بحكي لمصر طبعا، حدود مع غزة، والله إنه هناك بإمكاننا أن نفعل الكثير جدا. كمان قال إنه إحنا لن نتخلى عن فلسطين ولن نتخلى عن قطاع غزة. هو حكى هالكلام وكلام قوي وطالع من القلب. هو حكى هذا الكلام وولعت إسرائيل. يعني الصحف الإسرائيلية كلها يعني صارت ترتعد من إنه تيجي الجزائر، والجزائر يعني دولة عظمى، شئنا دولة إقليمية عظمى، يعني شئنا ما بينها. إذا أجت الجزائر اللي عندها الغاز وعندها النفط وعندها أهم شيء الشعب، وعندها التجربة القتالية العالية، وعندها الجهاد، وعندها الشهداء، انها تيجي تحط كل ثقلها مع فلسطين وقطاع غزة. وانه الرئيس تبون قال سنقيم 3 مستشفيات في أقل من 20 يوما لمعالجة اللي هو الجرحى والأشقاء والأهل في قطاع غزة. هذه حقيقة إنه زي ما حكيت الصحف الإسرائيلية، القنوات الإسرائيلية قال لك أبدا، إذا الجزائر بعتت جيشها وبعتت أسلحتها وعندها صواريخ وعندها يعني اللي هي اس 400 وكمان اللي هي اس 500 الروسية، هذا يعني مسيرات حديثة جدا وجيش حديث جدا، هذا يعني أن إسرائيل حتكون فعلا في خطر حقيقي. شكرا للشعب الجزائري، شكرا على هذه المكرمة، شكرا على هذا التحرك. والله إنكم أبطال وستظلوا أبطالا. وإلى اللقاء يوم الجمعة المقبل بإذن الله.